السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم فور بيردز تشانل. طبعا كما رأيتم في بداية الفيديو أن الأنثى تحاول وضع البيض في معلف الأكل. فما هو السبب أخي الكريم؟ السبب أخي الكريم وهو التأخر في وضع الأعشاش. بعدما تدخل الذكر على الأنثى وأنت لم تضع العش قبل، فالذكر يقوم بتلقيح الأنثى، فبالتالي سترغب في وضع البيض، ثم ستبحث عن أقرب مكان فيه الأمان، وهو المعلف بطبيعة الحال، لأنه هو الذي تمضي فيه أغلب الوقت في الأكل. عفوا. لأنه تمضي فيه أغلب الوقت في الأكل، فبالتالي ستضع لك البيض أو ستجمع فيه العش إذا توفرت لديها مواد التعشيش. إذن أنصحك أخي الكريم دائما قبل الجمع بين الذكر والأنثى بوضع العش حتى تتفادى هذا المشكل. لاحظ معي جيدا، بعدما وضعت لها العش، ها هي الآن بصدد جمعه لكي نتفادى هذا المشكل. هذا السبب الأول. السبب الثاني أخي الكريم وهو سوء اختيار الأقفاص أو المعالف، بحيث أن هذه الأقفاص التي بها معالف كما تلاحظون، معالف كبيرة وتسمح للأنثى بالدخول فيها ووضع البيض، عكس هذه المعالف التي تلاحظون تكون مغلقة من الفوق ولا تسمح للأنثى بالمكوث داخله، فقط تدخل رأسها للأكل تعود أدراجها ولا تضع فيه البيض. إذن هذا هو السبب الثاني أخي الكريم. السبب الثالث، ممكن أنك تضع للأنثى العش وتجد أنها ما زالت تأتي إلى المعلف وتحاول جمع العش فيه ووضع البيض. هنا أخي الكريم عليك بالتدخل وإزالة هذه المعالف، تزيلها حتى لا تقع في هذا المشكل. ثم تضع للأنثى عشين، تعطيها عش خارجي وعش داخلي حتى تختار ما بين العشين في أين ستضع البيض، وبهذا تكون قد تجاوزت هذا المشكل. ودائما أنصحك بتفادي عفوا ودائما أنصحك أخي الكريم بتفادي هذه المعالف، استخدام معالف كما سبق وأشرنا تكون مغلقة من الفوق، تسمح للطائر فقط بإدخال الرأس للأكل. أتمنى أن موضوع اليوم يكون مفيد إخواني في الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بزر لايك. دمتم في رعاية الله وحفظه.